بسم الله الرحمن الرحيم. المباراة أبدا ما هي سهلة بكرة. نادي العين نادي كبير، بطل آسيا السنة اللي راحت. أبدا ما راح تكون مباراة سهلة، لكن احنا إن شاء الله عازمين على تحقيق الفوز بهذه المباراة. كلنا جاهزين إن شاء الله لهذه المباراة، أنا وإخواني اللاعبين. أنا التحقت بالفريق متأخر قبل مباراة اليوفي تقريبا بيومين، فاليوم يعني صرت عارف شوي اللاعبين. ان شاء الله بكره اكون بالموعد انا واخوان اللاعبين ان شاء الله. هل أنت جاهز بدنيا ذهنيا للمباراة القادمة أمام العين؟ ان شاء الله بدنيا جاهز، ذهنيا جاهز، الامور كلها ان شاء الله تمام. لكن ارجع واقول المباراة ليست سهلة، لكن باذن الله احنا نكون بالموعد ونفرح الجماهير بكره ان شاء الله، ونحقق اول فوز لنادي الوداد بهذه البطولة. الكل يعلم عمر اليوم مدى صعوبة مجموعة العين والوداد بوجود جوفنتوس وأيضا مانشستر سيتي. التوقعات بالنسبة للجماهير، جماهير الوداد وجماهير العين، كانت أكبر بالنسبة للناديين، لكن أنت كيف شفت المجموعة؟ شوف، ترى مجموعتنا جدا صعبة، يعني خلينا نكون واقعيين. يعني اوكي، الفريق كان طموح انه يتأهل للدور ال 16، لكن انت تواجه السيتي اول مباراة وثاني مباراة اليوفي، فاكيد المباراة يعني المجموعة جدا صعبة. فحاولنا، كان طموحنا ان نتأهل، لكن بالنهاية الحمد لله على كل حال. اعتقد بالمباراتين يعني الفريق قدم صورة جيدة، لكن بالنهاية الجماهير ترغب بالفوز، ما يهم الأداء أكثر. يهم الفوز أكثر من الأداء، لكن الحمد لله على كل حال. مباراة بكرة يعني مثل ما تقول ديربي بين الوداد والعين. هم أكيد يبغى يطلعون من البطولة بفوز، وإحنا كذلك الأمر. وإن شاء الله المباراة تكون أهم شيء إنه جميلة، يعني تليق باسم الفريقين، وبالنهاية نبارك للفريق اللي ربحان إن شاء الله. معنويات الفريق خصوصا بعد الحادث الذي أصيب المدرب، معنويات الفريق، تكاتفكم، كيف شفت المعنويات بعد الحادث؟ صراحة تأثرنا، يعني احنا الحمد لله على سلامة المدرب والأشخاص اللي كانوا معاه. المدرب صار له يومين تقريبا ما يدخل معنا التمرين. تأثرنا كثير، لكن بإذن الله بكرة نفرحه ونهدي الفوز إن شاء الله. شكرا.